السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي في ستة ابتدائي. أهلا وسهلا بكم من جديد في قناة مسمار للدراسات الاجتماعية. تعالوا بينا ناخد النهاردة شخصيات مؤثرة في الدولة الإسلامية. نبدأ بأول شخصية معانا وهي السيدة زبيدة بنت جعفر. اسمها الحقيقي أمة العزيز بنت جعفر. هي حفيدة أبو جعفر المنصور وده الخليفة العباسي رقم 2، وكانت زوجة الخليفة هارون الرشيد، وهي من أشهر نساء العصر العباسي. جدها أبو جعفر المنصور لقبها بالزبيدة لأنها كانت سيدة جميلة، كانت بتتصف بحاجات منها الشجاعة، كانت سيدة شجاعة وعندها بلاغة وفصاحة، بتقدر تتكلم اللغة العربية كويس جدا. إلى جانب إيه يا حبايبي، كانت بتتصف برجاحة العقل، يعني سيدة حكيمة عندها حكمة تقدر توازن الأمور. كل ده اداها إيه في المجتمع؟ احترام وإعجاب من الجميع. كل الناس اللي حواليها كانوا بيحترموها جدا وبيقدروها وبيعجبوا بشخصيتها الحكيمة. كانت زوجة الخليفة هارون الرشيد، والخليفة هارون الرشيد كان بياخد رأيها ونصحتها في كتير من أمور الدولة. لما جه يحكم الدولة كان بياخد رأيها في مسائل الحكم وإدارة شؤون الدولة. من أهم أعمالها إيه؟ كان معروف عنها إن هي بتهتم بالآداب والعلوم، بترعى العلماء والشعراء والأدباء، وجمعت في العاصمة بغداد مئات الأدباء والشعراء والعلماء. مش بس كده، سهلت ليهم ووفرت ليهم سبل الإنتاج، ودي السبل اللي هتخليهم مبدعين في مجالاتهم. الشعراء في ايه؟ في الشعر، والعلماء في العلوم المختلفة زي الفلك مثلا، الطب، الهندسة. كمان عندي الأدباء في القصص والآداب. كانت سيدة بتحب الخير وبتعين الفقراء والمساكين، وكانت بتصرف كثير من الأموال أو كتير من الأموال في مجال أعمال الخير، بترعى الفقراء والمساكين. في خلال إحدى رحلاتها عشان تروح تحج في مكة المكرمة، كان الطريق بتاع الحج اللي رايح من العراق لمكة كان ايه؟ صحراوي قاحل، مفيش فيه ناس رايحة ولا جاية، مسافرين كتير. فلاحظت ان دي معاناة الحجاج والمقيمين في مكة كمان من نقص الماء. يبقى لاحظت حاجتين: ان الطريق بتاع الحج اللي رايح من العراق لمكة قاحل وموحش، ان ايه؟ صحراوي، مفيش فيه متوفر سبل راحة المسافرين، كمان مفيش فيه سفر، مفيش فيه مسافرين كتير. لاحظت ان كمان الحجاج اللي رايحين يحجوا في مكة وكمان المقيمين اللي هم ساكنين في مكة عندهم نقص في المياه. عشان كده ايه؟ بعتت للمهندسين بتوعها وطلبت منهم كم طلب. تعالوا بينا نشوف. اول حاجة طلبت ان هم يمهدوا الطريق من الكوفة لمكة، يسهلوه ويرصفوه ويظبطوه. عشان كده الطريق ده اتعرف فيما بعد بدرب زبيدة، اتسمى باسمها. كمان طلبت منهم ان هم يعملوا فيه ابار ومنازل عشان المسافرين يقدروا ايه؟ يشربوا ويبقى متوفر لهم مية، وكمان ايه؟ يقدروا يباتوا، يبقى في عندهم راحة من السفر، يباتوا مثلا ليلة ويقوموا تاني يوم يكملوا سفرهم. كمان طلبت ان هم يوصلوا ايه؟ لمكة مية. كل النفقات والفلوس والمصاريف والتكاليف من اللي اتحملتها السيدة زبيدة من ميزانيتها الخاصة، يعني من مصروفها الشخصي، مش من خزينة الدولة العباسية. عشان كده الناس سموها ساقية الحجاج، لأن هي اللي وفرت المية للحجاج اللي رايحين مكة عشان يعملوا فريضة الحج. تاني شخصية معنا حبايبي الحلوين العالمة مريم الأسترلابي. من هي؟ هي عالمة فلك مسلمة، عالمة في ايه؟ في علم الفلك. اتولدت في القرن العاشر الميلادي. فين؟ في حلب، ودي بسوريا، بدولة سوريا. والدها كان الفلكي والجغرافي كوشيار الجيلاني، وهي مشيت على طريقه في العلم واختارت انها تكون عالمة فلك زي والدها. نبغت في الرياضة والفلك، يبقى كانت نابغة وعبقرية في الرياضيات والفلك. مريم الأسترلابي قدرت إنها تشتغل في مجال العلوم الفضائية. من ضمن أعمالها إيه؟ إن هي طورت الأسترلاب المعقد، عشان كده إحنا سميناها مريم الأسترلابي، لأن هي اللي طورت الأسترلاب المعقد. طب إيه هو بقى الأسترلاب المعقد؟ آلة فلكية قديمة كان الناس بيستعملوها زمان، كانت بتستخدم عشان تقيس أماكن حركة الأجرام السماوية، الأجسام اللي في السماء،
في عندي أجسام في السماء كانوا بيستخدموها إيه عشان يقيسوا حركتها وأماكن حركتها، الأسطرلاب المعقد. كمان بيستخدموه عشان يحددوا الزمن. الآلة دي كانت بتستخدم في الملاحة كمان، يعني بتستخدم في إيه؟ في قياس أماكن حركة الأجرام السماوية وتحديد الزمن. كمان كانت بتستخدم في الملاحة. اختراع العالمة مريم كان بيحظى بأهمية كبيرة جدا عند المسلمين، لأنه استخدم في تحديد اتجاه القبلة. نبقى عارفين ايه هنصلي ناحية ايه الكعبة، ازاي اتجاهنا فين. لما نيجي كده نحط ايه سجادة الصلاة عارفين اتجاه القبلة بدقة. كمان قدرنا نحدد بواسطته ميعاد الصلاة، ميعاد الصيام، ميعاد الإفطار، وميعاد الحج، وبدايات الأشهر الهجرية. شفت قد إيه اختراعها كان له أهمية كبيرة قوي، عشان عمل لنا حاجات كتير. قدرنا نحدد باتجاه القبلة بدقة، وكمان نحدد مواعيد الصلاة والصيام والإفطار، وكمان ميعاد الحج اللي بيبقى كل سنة، وبدايات الأشهر الهجرية. الأسطرلاب عمل نقلة كبيرة جدا في الحضارة الإنسانية كلها، وده مهد لمعرفة مواقع النجوم اللي موجودة في السماء، وكمان المجموعة الشمسية. عرفنا المجموعة الشمسية والشمس وكوكب الأرض وكوكب عطارد وكوكب الزهرة. يبقى إذن الأسطرلاب ده حاجة كبيرة ومهمة جدا جدا، وفاد الحضارة الإنسانية كلها. كمان بنعتبره الأساس لكتير من أجهزة الملاحة والفلك اللي اتعملت في العصر الحديث أو المعاصر اللي احنا عايشين فيه، زي البوصلة، وكمان الأقمار الصناعية، والنظام تحديد المواقع العالمي اللي هو الGPS. كل ده كان أساسه إيه يا حبايبي؟ الأسطرلاب. كده خلصنا شخصيات مؤثرة في الدولة الإسلامية. ما تنسوش حبايبي اللايك الجميل عشان تدعمونا، وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكم بقية الدروس والفيديوهات. كانت معاكم مس مروة، أشوفكم قريب في فيديو جديد ودرس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.